ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين يا رب وفي احسن حال. هبدأ معاكم فيديو جديد النهارده، اتمنى يا رب يعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناه لو انتوا لسه اول مره تشوفوني، وتعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم على طول، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. مشكلة ستات العالم كلها بتكون في الهالات السوداء، ودي نقطة كلنا بنعاني منها. طيب هي ليها أسباب؟ اه طبعا ليها أسباب. السؤال هنا بقى، هل في طريقة طبيعية ممكن تعالج الهالات السوداء وما تكلفنيش حاجات كتير، فلوس كتير يعني؟ اه طبعا هقولك مفيش طريقة واحدة، ده في طرق كتير جدا جدا، هنعدها مع بعض وهنقولها مع بعض. الهالات السوداء مشاكلها كتير او اسبابها كتير، لا عدد لا حصر له، بس ممكن نقدر نلحقها او نعالجها لو هي موجودة عندنا. انا واحدة من الناس اللي انا مشكلة حياتي كلها في الهالات السوداء. انا مش بعاني من حاجة في بشرتي خالص الحمد لله، لا عندي حبوب ولا بشرتي من النوع الجاف قوي ولا النوع الدهني قوي ولا مسامات وشي واسعة، الحمد لله الحمد لله. كل الحاجات دي متلاشياها بشرتي من النوع الحمد لله اللي هو لو استعملت لها حاجة مناسبة ليها ومشيت عليها بتبقى ظابطة معايا، تبقى الدنيا تمام. الا حاجة واحدة، هي الهالات السوداء. الهالات السوداء يعني مش قادرة اقول لكم. هالات السوداء موجودة عندي لأي سبب، سواء كنت سهرانة عشان خاطر مثلا بذاكر أيام الامتحانات والدروس والكلام ده كله، من أيام ما كنت في الدراسة لسه بدرس. تاني حاجة بعد ما جبت خلفت وبدأت ان انا اخلف وما بنامش وبقعد لحد الصبح سهرانة مسكتي للموبايل بالليل قبل ما انام، من كتر ان انا ما بعرفش امسكه طول النهار، وان انا عندي شغل وعندي حاجات في البيت طول النهار بعملها، فما بلحقش امسك الموبايل غير الساعه بتاعت قبل النوم. كل دي مشاكل ممكن تؤدي للهالات السوداء. بس طبعا عايزه اقول لكم المشاكل الاساسيه او الاسباب الاساسيه اللي هي بتؤدي للهالات السوداء، وبالترتيب كده وبطريقه علميه واحده واحده. خلونا نتكلم عن اول سبب رئيسي بيسبب الهالات السوداء، وهي العوامل الوراثيه. والعوامل الوراثيه دي احنا يا جماعه مش هنقدر نتحكم فيها، لان زي ما بقول كده هي عوامل وراثيه، بتبقي واخداها مثلا من والدتك من جدتك من اي حد عندك في العيله، فصعب ان هي تختفي تماما مهما حاولتي ان انت تعالجيها. ممكن نحاول ان احنا نقلل منها شويه، نخلي مظهر بشرتنا صحي شويه، طبعا باهتمامنا بيها ومرطبات وكريمات والحاجات اللي احنا بنستعملها مخصوصه للبشره. ففي حاجه ممكن تسبب الهالات السوداء وهي سوء التغذيه، ان انت مش بتاكلي كويس، مفيش اي سوائل بتخش جسمك، ميه عصاير فريش والكلام ده كله. سيبنا بقى من الحاجات اللي فيها حاجات المشروبات الغازيه والكلام ده كله، احنا خلاص من ساعتها والله. بس عايزين نعرف ان سوء التغذية محتاجة تعرفي انت تاكلي ايه بالظبط، تاكلي حاجات فيها بوتاسيوم وكالسيوم، تاكلي حاجات فيها حديد، الاكل اللي هو الصحي، الخضار الصحي، السمك، الحاجات اللي تقدر ان هي تعوض ليكي النقص اللي موجود، واللي خلى النقص ده يظهر عليه على اساسه يترتب عليه الهالات السوداء. حاولي ان انت تفهميني بطريقه كلامي او الحوار بتاعي معلش. تالت حاجه برضو وهي الادويه المفرطه، بمعنى ان انا مثلا مريضه عندي الصداع على طول، الصداع على طول ملازمني، انا معايا والدتي الله يبارك لها ويديها الصحه يا رب، على طول الصداع ده ملازمها، لدرجة حتى برشام البرد اللي كان عندها من كتر ما برشام الصداع اللي كل يوم بتاخد له مثلا 2 3 في اليوم او 2 بس، ان امكن ممكن توصل ل3 والله كمان، تاخدهم للصداع علشان خاطر بس دماغها مصدعة ومش قادرة تستحمل الصداع. ممكن بقت تاخد برشام البرد اللي هو اسمه كونجستيل ده تقريبا، علشان خاطر ايه، تقولك بيسكن معايا شوية. من كتر اخدها للبرشام ده خلاص ما بقتش الحاجه دي تاثر من معاها، اللي هو ايه، خلاص انا مهما خدت كل يوم كل يوم كل يوم المعده ما بقتش مستحمله، خلاص الجسم خد مناعه من الدواء ده ان هو كل يوم اتعود عليه ياخده، مش اللي هو ساعه الصداع هاخد برشامه وخلاص هتروح لحالها، لا، دي عمال على بطول عمال على بطول، حتى برشام البرد عودت معدتها ومناعتها عليه لدرجه ان خلاص البرشام ما بقاش يعمل اي نتيجه معاها. فطبعا الادويه دي يا جماعه برضو بتسبب الهالات السوداء. تالت حاجة بقى او رابع حاجة مش فاكرة، وهي اجهاد العين للاجهزة او الحاجات الالكترونية اللي قدامنا، سواء تلفزيون بتتفرجي بالليل ودنيا ضلمة ومفيش غير التلفزيون شغال ومقربة عينك منه. التليفون ده طبعا اهم شيء في ايدينا، كلنا بنستعمله، ومفيش حد بيمسك موبايله ما بيمسكش موبايله قبل ما ينام على طول، لا، بنمسكه بنفضل نقلب فيه، واخر حاجة بنسيبها من ايدينا هي الموبايل قبل ما ننام.
تالت حاجه الاجهزه اللي هي زي الكمبيوتر او مثلا اللاب والحاجات دي كلها، دي بتبقى مستبعده شويه. احنا بتكلم او هدفي الاساسي على الموبايل. كل دي برضو اجهزه الكترونيه بتسبب الهالات السوداء. خامس حاجه وهي الارق المفرط، اللي هو ما بتاخديش كفايتك من النوم، وخصوصا الفترة بتاعت بالليل اللي هما 7-8 ساعات، من اول مثلا 12 لحد 6-7 الصبح، دول اهم ساعات للنوم عشان جسمك يلحق يرتاح وما تظهرش ليكي هالات سوداء. انما ان انت هتنامي 6 ساعات او 8 ساعات مثلا من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 12 الظهر، ده ما اسموش نوم صحي خالص، وبيسبب برضو الهالات السوداء. اخر حاجة بقى وهي العمر كل ما بيتقدم كل ما نسبة الكولاجين ونسبة المواد الفعالة اللي موجودة في جلدك وبشرتك بتقل، فبيبدأ الجلد يظهر عليه، على طبقة الجلد بتاعت العين دي الرقيقة دي، بيبدأ يظهر عليه الهالات السوداء واحدة واحدة تدريجيا. طبعا انت لو اهتميتي بالموضوع ده وحطيتيه في اولوياتك من وانت في سن صغير، هتتلاشيه بعد كده، مش هتظهر اصلا، مش هيبقى في عندك هالات سوداء. بس احنا الناس اللي بتبقى مهمله في بشرتها هي دي اللي بتظهر اول حاجه عندها الهالات السوداء بشكل مفرط جدا. كل الاسباب اللي قلنا عليها دي بقى، سواء كانت رئيسيه او فرعيه، يعني اسباب رئيسيه يعني كده كده موجوده عندنا، زي ظاهره العمر والعوامل الوراثيه. الحاجات دي ممكن ان هي ما تختفيش الهالات من عندنا بسهوله، او الظواهر التانية اللي زي السوشيال ميديا، الحاجات اللي بنتفرج عليها، وعدم النوم والسوء التغذيه والكلام ده كله، ممكن ان احنا نعالجه بحاجات بسيطه من البيت. زي مثلا اول حاجه وهي زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو مفيد جدا 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 للهالات السوداء، قريت عنه كتير وقعدت فتره كبيره بستعمله، وحاليا انا مش بستعمله بس ماشيه على حاجات تانية برضو للهالات السوداء، بس قعدت ما يقرب من مثلا من شهر ونص ورا بعض تدريجيا استعمله. طبعا ده غير الايام المتقطعه اللي انا كنت بستعمله فيها، بس انا بتكلم على الفتره المتواصله اللي انا استعملته فيها، وقدر ان هو يأثر على بشرتي ويقلل شويه من، حسيت ان بشرتي بدأت يعني مثلا ايه تاخد نفسها. مش الهالات ما اختفتش خالص عشان ما كنتش كدابه معاكم، بس بدأت ان هي ايه تقل شويه تدريجيا. بشرتي بدأت تظهر بمظهر صحي شويه، ان هو ايه مفيش حاجه بقى باينه تحت العين قوي. انا حاليا دلوقتي عندي هالات سوداء، بس انا يعني خفيفه شويه، انا لو قربت الكاميرا منها هتظهر، بس هي خفت شويه الحمد لله. بتخف لان انا مهتمه بالمنطقه دي، وبحاول ان انا اقلل منها على قد ما اقدر. تاني حاجه بقى وهي القهوه عامل قوي جدا 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 ومضاده للاكسده في علاج الهالات السوداء للبشره عموما ولاي حاجه. اي ماسك بنستعمل فيه قهوه ده هيكون هايل جدا جدا ليكي، يبقى انت كده بتفكري صح او شغاله كماسك صح. الهالات السوداء ممكن تتعالج ببقايا القهوه، يعني بعد ما تشربي الفنجان بتاعك بيبقى فيه قهوه في اخر الفنجان كده، ممكن تجيبيه وتحطيهم ربع ساعه على بشرتك، وبعد كده تغسلي بشرتك وتبداي ترطبي. يا جماعه الترطيب برضو مهم جدا 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 بعد اي حاجه تعمليها عشان تعالجي او تحاولي تخففي من المنطقه دي شويه. لازم ترطيب. الترطيب ممكن يقلل معاكي الهالات، او ممكن يخفيها اصلا من غير ما تعملي اي حاجه. لو انت بترطبي على طول ومهتمه بالحته دي، هتلاقي اصلا مفيش هالات سوداء ظهرت لي. طبعا زائد الاكل الصحي وشرب الميه والعصاير والكلام ده كله، تمام، من غير اي طرق طبيعيه حتى هنستخدمها، انا قصدي كده، تمام. ماسك حلو جدا ممكن نعمله من القهوه او البن، طبعا هعمله لكم ان شاء الله في فيديو جاي، بس انا بقوله دلوقتي مقدما، بس استنوا الفيديو اللي جاي ان شاء الله ممكن اعمله لكم فيه فيديو قصير يعني. هنجيب معلقه قهوه ومعلقه زيت زيتون ومعلقه ميه ورد، وهنخلطهم على بعض، وهنعمل بيهم ماسك لتحت العين. لو عايزه تعملي البشره كلها مفيش اي مشكله، بس انا بتكلم على الحته اللي تحت العين دي. الفيديو بتاعي النهارده علشان الحته دي بس، تخيلوا الحته دي بس عامله لي فيديو، والفيديو ده انا بحضر ليه بقالي كتير، ومستنيه اشوف النتيجه على بشرتي من الحاجه اللي انا كنت بستعملها عشان اطلع واقول ان هي دي بتعمل كذا. وفي حاجات اصلا يعني ما كتبتهاش او مش هقولها في الفيديو، لان ممكن ما تكونش عملت معايا نتيجه، او ما لقيتش النتيجه المرضيه منها، تمام. فهتعملي الماسك دوت وهتحطيه تحت العين ربع ساعه، بعد كده تغسلي بشرتك وترطبي.
قلنا قبل كده برضو عملنا فيديو كده صغير شوية عن أكياس الشاي، وقلنا الشاي الأخضر الأكياس لما بتحطيها تحت عينيكي عادي بعد ما بتستعمليه بتحطيه في الفريزر شوية يسقع، بعد كده تطلعيه تحطيه تحت عينيكي قبل ما تنامي ربع ساعة، وبعد كده بتغسلي بشرتك وترطبيها. تمام. بعد كده البطاطس او مية البطاطس، مية البطاطس ممكن نعملها ماسك للبشرة، وممكن نعملها اللي هو نجيب القطن مزيل الميك اب، نبشر بطاطسية هنصفي المية بتاعتها، ناخد المية بتاعتها وهنحط فيها القطن بتاع مزيل الميك اب ده. هنجيب القطنة بتبقى مدورة كده نقسمها نصين عشان واحدة للعندي واحدة للعندي، وهنحطها في قلب المية بتاعة البطاطس وهنسيبها في التلاجة ربع ساعة تسقع، او في الفريزر 10 دقايق، وبعد كده نطلعهم نحطهم على عينينا برضه. كل ده كل دي حلول وعلاجات علاج لمشاكل الهالات السوداء وقرفها. اخر حاجة بقى هتكلم عنها وهي الخيار. الخيار يا جماعة اختراع هايل جدا جدا في الهالات السوداء، واصلا عموما للماسك. انا عملت منه كام ماسك كده في فيديو قصير يعني، فيا ريت تبقوا تشوفوه ان شاء الله، او تبصوا كده على الفيديوهات اللي عندي على القناه ممكن تلاقوا حاجه فيها الخيار. الخيار سواء الميه او الخيار ذات نفسه، يعني الخياره تقسميها وتحطيها تحت عينيكي ذات نفسها، او تاخدي الميه بتاعتها. عملت الفيديو اللي فات تقريبا مش فاكره، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وعملت مساج اللي هو الفيديو بتاع مساج البشره، او اليوجا، الفيس يوجا. عملت فيها كنت جايبه فيها خيارتين، وكنت عاملاها كانها الجدرول زي الجدرول اللي وريتها لكم قبل كده، كنت بعمل بيها ماسك للبشره كلها. طبعا قد ايه الخيار محفز وعامل قوي جدا جدا، بيتعمل منه مكعبات تلج، ممكن ناخد الميه بتاعته ونعملها ماسك ونضيف عليها مكونات تانية. ممكن ان احنا ناخد الخياره زي ما قلت لكم. فالنهارده انا عملت حاجه منهم، بس هي اني جبت الخياره وعملتها بشرتها، وخدت منها العصير بتاعها او الميه بتاعتها، وحطيت عليها باكت من الشاي الاخضر، وحطيت بعد كده منديل من اللي هو بتاع مزيل الميك اب ده، قصيته 2 علشان يبقى للعينتين، وحطيتهم في التلاجة ربع ساعة. هقوم اشوفهم وارجع لكم على طول. خلاص اهو حطيتهم تقريبا، هما بقالهم كده نص ساعة مش ربع ساعة. بصوا شكلهم عامل ازاي. خلاص هي كده بقت ساقعة واقدر احطها تحت عينيا. بس انا نفسي احطها قبل ما انام علشان خاطر ما اعملش او ما ابصش في موبايل او اعمل حاجة تانية، واحطهم واغسل بشرتي وانام عشان ادخلهم في الروتين بتاعي يعني. تمام. فهيتحطوا، بصوا اهي، انا عايزه اوريها لكم. قسمت نص المنديل والنص التاني طبعا موجود. الشاي الاخضر مع ميه الخيار، طبعا الاتنين هتاخدي منهم فوائد رهيبه جدا 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 يعني. فقد ايه الحاجات الطبيعيه اللي احنا بنستعملها من بيتنا بتبقى احسن بكتير من الحاجات اللي ممكن نشتريها من بره، منتجات غاليه او برودكت بيكون عالي شويه مستورد وبيكون غالي شويه. انا كنت كشفت في مره يعني علشان خاطر الحته بتاعت عينيا دي، كان طالع لي حاجه هنا بيضه، الحمد لله راحت شويه. طبعا من اهتمامي والروتين والكلام اللي انا بعمله ده كله كل يوم لبشرتي، الحمد لله الدنيا اختفت شويه. بس علاج الدكتور ما جابش نتيجه معايا. ممكن كنت عايزه اغيره بصراحه، بس قلت شويه كده قدام شويه اروح اكشف مره تانية يعني. المهم ان هو كان كاتب لي على كريم او حاجه للهالات السوداء، قلت له ساعتها اكتب لي حاجه تجيب من الاخر معايا للهالات السوداء. بس قال لي مفيش سهر بالليل، وتنامي وتاكلي اكل صحي وتستعملي الكريم ده. سألت عليه قالوا لي ب200 جنيه. تمام. فقلت ماشي، لو انا ما مشيتش على الطرق الطبيعيه اللي انا بعملها لنفسي في البيت، ممكن ان انا اشتريه او اجيب. هسيب لكم اسمه هنا
علشان اللي عايز يجيبه او حاجه. بس انا حاليا ما جربتوش، بس شفت بلوجر مشهوره برضو بتتكلم عنه وقالت برضو نفس الاسم اللي الدكتور كتبه. فلما قارنت ما بينه وما بين يعني ما بينها وما بين الروشته اللي الدكتور كان كاتبها لي، لقيت هو نفس البرودكت اللي كانت بتتكلم عنه، وان هو الناس كانت متفاعله معاها ان هو جاب نتيجه معاهم يعني. بس طبعا بالنوم الصحي، النوم كويس كافي 6 7 8 ساعات، من 6 ل8 ساعات. وبالليل يعني الفترة بتاعت بالليل دي اللي هي الجسم بيستفاد بيها من النوم، أكل صحي، شرب مية كتير. ما تتفرجيش، ما تشوفيش موبايل قبل ما تنامي. حاولي تمسكي أي حاجة تانية غير الموبايل. لو انت مش بتقدري من النوع اللي هو ايه ما بقدرش انام لو الموبايل في ايدي، انا معايا اختي الله يبارك لها بتنام والموبايل في ايديها وبتسرح والموبايل في ايديها بيبقى شغال وهي راحت في النوم اصلا. فده طبعا من اكبر الكبائر الغلط اللي احنا ممكن نعملها في صحة بشرتنا وجسمنا عموما، لان الجسم اصلا بيبقى مهدود ومحتاج يرتاح. تمام. فحاولي ان انت مثلا تمسكي مصحف، تمسكي السبحة الالكترونية بتاعتنا دي، ورقة وقلم وتحددي اهدافك بتاعت بكرة. اي حاجة تنسي بيها الموبايل ساعة او ساعتين قبل النوم، يعني قبل ما تنامي بساعة او ساعتين خلاص بقى انسي ان انت تمسكي الموبايل عشان حتى تعرفي تنامي كويس. تمام. انا كده خلصت معاكم الفيديو بتاعي، اتمنى اكون افدتكم حتى لو بمعلومة قد كده. يا رب يكون الفيديو محتواه لذيذ على قلبكم. ما تنسوش بس تعملوا لي سبسكرايب للقناه لو انتوا اول مره تشوفوني، وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك. معلش انا رغايه في الفيديو ده النهارده لان الفيديو مليان معلومات كتير جدا جدا، ويا رب تعجبكم ان شاء الله. مع السلامه.